جماعه انا هتجنن، الحقوني. حد يقول لي مالك يا دوله، في ايه؟ اهدى كده، مالك من اولها جنان؟ اقول لك ايوه يا جماعه، ما انا لازم اتجنن. ما انا لما اشوف ان احنا من اسبوع كنا في الدوري المصري الاهلي والزمالك بيتخانقوا على مروان عطيه، ودلوقتي في السعوديه الصراع الاول في الصفقات هناك ليونيل ميسي، ما انا لازم اتجنن واجيب ناس تتجنن. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما نتكلم عن موضوع المنافسه اللي اشتعلت في الدوري السعودي على التعاقد مع ليونيل ميسي، تعالوا نروح يا جماعه النهارده لجنون البريمير ليج اللي كانت جوله في منتهى الحلاوه. صراع مانشستر السيتي ضد اليونايتد في مباراه كان اسوا المتشائمين فيها كان بيبص النهارده مانشستر بيقول يا رب ما نطلعش بفضيحه. اليونايتد ماشي كويس جدا، لكن كلنا عارفين ان خلال السنين اللي فاتت كعب السيتي اعلى بكتير جدا من مانشستر يونايتد. ولكن مباراه اكتر من رائعه لتين هاج، اللي يبدو كده ان رهانه باخراج رونالدو من الفريق كان ناجح، وده اللي اتكلم عنه برونو فرنانديز بعد ماتش النهارده، اللي قال واخيرا ابتديت اشوف الفريق بيلعب ككتله، مش فريق بيلعب عشان نجم واحد. مانشستر يونايتد النهارده كان عارف ان كلمه السر في المباراه وقفلها على جوارديولا بان هو حجم خط النص، وكان الثلاث لعيبه اللي موجودين في خط نص مانشستر النهارده كل واحد ليهم ادواره. مان تو مان عنيف، فريد زي ظل برناردو سيلفا، كان موجود اريكسن ناطط ورا رودري عشان يمنعه من التقدم، وكازيميرو النهارده اللي كان واحد من رجاله الماتش قافل تماما على كيفن دي بروين. عشان كده شفنا الشوط الاول السيتي يا جماعه بجلال قدره ما كانش ليه فرصه غير بتسديده من بره من كاير ووكر. الكوره الوحيده اللي هرب فيها كده كيفن دي بروين من كازيميرو طول المباراه كانت في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني عملها عرضيه لجريليتش. جريليتش ايه جريليتش اللي انا بقولها دي؟ جريليتش، وسجل منها الهدف الاول للسيتي. ولكن رغم تالق مانشستر يونايتد في الشوط الاول واهدار راشفورد لانفرادين، قدر ان هو يصحح اخطائه اللي عملها في الشوط الاول بهدف تاني ممتاز جدا. لكن نيجي للهدف الاول لمانشستر يونايتد اللي كان حواليه جدل كبير، وهي نفس الكوره يا جماعه بتاعت هدف الداخليه في ماتش نادي الزمالك. وسلم لي على القوانين والتحكيم وخبراء التحكيم في الدوري المصري يا جماعه، برونو فرنانديز منطلق من ورا لقدام اخترق الدفاع، ولكن الكوره كانت رايحه الاول لمارسيال اللي كان في وضعيه تسلل. مارسيال فضل بيجري مع الكوره يا جماعه وهو تسلل رايح للكوره ما لمسهاش، لكن لغايه ما الكوره راحت لفرنانديز سجل الهدف. وهنا يتفعل القانون، البعض بيقول لك ده هدف ظالم لنادي مانشستر يونايتد. القانون يا جماعه بيقول طالما اللاعب اللي كان متسلل ما تدخلش في الكوره وفي لاعب تاني ما كانش متسلل هو اللي سجل، فخلاص الهدف يحتسب وهدف مانشستر يونايتد شرعي وبنسبه 100%، وتنتهي المباراه بنتيجه 2-1. نيجي بقى للمباراه الثانيه اللي مش هتوقف عندها سريع فيها الفرق اللي احنا اتكلمنا عنها دي، بوجود نادي ارسنال متصدر للبطوله برصيد 44 نقطه، السيتي فارق عنه باربع نقط برصيد 39، يونايتد رفع رصيده من النقط 38، ومفاجاه كبيره ان اليونايتد يبتعد عن الصداره دلوقتي ب6 نقط بس، وفريق نيوكاسل عنده 35 نقطه. عشان كده لو جينا اتكلمنا عن ماتش ليفربول سواء، مش هتكلم عن تفاصيل الماتش، ازمه ليفربول اللي هتدخلنا في الخبر الثاني، وهو انه لما شاف برشلونه ابتعد عن موكوكو بسبب ازمه الفضيحه بتاعه القيد بتاعته والتزوير في السن، وان برشلونه ابتعد عن التعاقد مع اللاعب، يورجن كلوب قال لك بص ده انا عندي اخر 7-8 ماتشات في الدوري الانجليزي المهاجمين عندي ما سجلوش غير هدف واحد، دارون نونيز جاب جون واحد بس. لا يا موكوكو يا حبيبي تعالى لي بقى، انا عايز اتعاقد معاك سواء اخلصك من دورتموند دلوقتي او اخلصك مجانا بنهايه الموسم. وحاليا نادي ليفربول في الصفقات يا جماعه مركز جدا في التعاقد مع اللاعب لحل ازمته الهجوميه. حتى نادي مانشستر يونايتد اعلن امبارح التعاقد لمده 6 شهور مع فيجوريس مهاجم المنتخب الهولندي ومهاجم نادي بشكتاش. عارفين يا جماعه فيجوريس؟ عارفين ماتش الارجنتين وهولندا اللي بعده طلع ميسي كان في حد من هولندا معدي من قدامه وقال لا غور من وش السعاده يلا بوبو ابعد؟ هو ده فيجوريس يا جماعه اللي وقع مع مانشستر يونايتد 6 شهور اعاره. لكن الغريب جدا ان الاعاره دي بدون نيه بيع او حقيه بيع، يعني حاجه غريبه جدا من مانشستر. انا جايب لاعب اعرضه في فاترينه النادي عشان بعد ما يمشي ويتالق اخسر فيه وحتى ما اقدرش اشتريه، فحاجه غريبه جدا بصراحه. لكن نيجي بقى للخبر الاخير والمفاجئ ومتابعه الاخبار ميسي وانتقاله للدوري السعودي والنادي الهلال. الامر اختلف يا جماعه، نادي اتحاد جده السعودي دخل بقوه حاليا وقدم نفس العرض مدعوم طبعا من الدوله السعوديه لاستخدام نجم كبير زي ميسي عشان يخطفوا اللاعب. وهنا متمسكين بامل نقطه ان نادي الهلال يبدو كده ان مش هياخد استثناءات من اتحاد كره القدم السعودي بنقطه رفع الايقاف عنه عشان يقيد ميسي، لانه حاليا معاقب بفترتين قيد. عشان كده نادي الاتحاد داخل بكل تقله عايز يخلص الصفقه، مستغل نقطه ان هو هيأيد اللاعب بشكل مباشر، واللي حاليا دلوقتي الامور مشتعله ما بين الفريقين. يتبقى فقط ليونيل ميسي اللي لغايه دلوقتي متمسك وبيقول انا عايز اكمل الموسم بتاعي في اوروبا عشان
عشان اخلص بطوله دوري الابطال اولا. يا ترى ميسي بعد العرض الجبار اللي متقدم له اللي بيفوق عرض باريس سان جيرمان للتجديد معاه، هل هيوافق للانتقال لنادي اتحاد جده او لنادي الهلال السعودي؟ رغم ان الهلال موقوف زي ما كلمتكم دلوقتي، هنتابع وهنشوف اخبار في منتهى القوه، وده اللي هنشوفه في حلقه بكره باذن الله تعالى. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله. شكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.